اهلا بيكم. النهارده عندنا اخبار جامده قوي من ابل. الشركه اعلنت رسميا بقى عن التقايل الام 5 تشيب الجديده اللي نزلت بشكل رسمي. هنشوفها في الماك بوك برو الجديد والايباد برو المحدث والنسخه الجديده من ابل فيجن برو. انا يحيى ناجي وتعالوا معايا نشوف ايه الجديد وليه كل الناس بتتكلم عنه. نبدا بقى من الاساس اللي كل المنتجات الجديده مبنيه عليه وهو الام 5 تشيب. وابل ما نزلتش لسه بالبرو ولا الماكس بس اعلنت عن النسخ العاديه. بس خليني اقول لك حتى العادي اداؤه متوحش. المعالج ده معمول مخصوص عشان الاي اي او الذكاء الاصطناعي، يعني مش بس اسرع لكن كمان اذكى بكتير. سواء كنت طالب مبدع او حتى جيمر اتاكد ان المعالج ده معمول ليه. كمان الام 5 زود حاجه اسمها الميموري باندويث. يعني ايه الكلام ده؟ تخيلها كانها باب بين المعالج والرام. كل ما الباب يكون أوسع كل ما البيانات بتعدي بسرعة، وده معناه إن الألعاب والمونتاج والذكاء الاصطناعي هيشتغلوا بسلاسة أكتر وسرعة أكبر. خلينا نعتبر إن الرام هو حجم الأوضة والباندويث هو عرض الباب. الاتنين مهمين جدا وأبل أكيد عاملاهم بشكل صايع قوي. ونقطة القوة الكبيرة بقى إن الام 5 خد ميزة من أخوه الصغير الآيفون 17 اللي هي الشريحة ال A19 واللي اسمها نيورال اكسلريتور. دي يا سيدي عبارة عن وحدات صغيرة جوه المعالج متخصصة في عملية الذكاء الاصطناعي زي التعرف على الصور او الصوت، وبتشتغل بسرعه رهيبه وبطاقه قليله جدا. الجميل كمان في الام 5 تشيب ان كل كور من ال10 كورز الخاصه بالجي بي يو فيها واحد من المعالجات دي. يعني الاي اي شغال بالتوازي على كل الجبهات في نفس الوقت، وده بيخلي الاداء اقوى واذكى بكتير. ده غير كمان ان الام 5 بقى اسرع في الكتابه على الهارد، وده معناه ان نقل البيانات بقى اسرع مرتين تقريبا، وده هنشوف تاثيره لما نوصل للماك بوك. نخش بقى على الوحش الابل فيجن برو 2. الشكل الخارجي تقريبا هو بس ابل عدلت شويه حاجات بسيطه فيه. دلوقتي في دوال نت باند جديد ب3 مقاسات مصنوع من خامات مريحه اكتر، والمفاجاه انه بيجي مع الجهاز في العلم. بس المفاجاه الاكبر هي الشيب الجديده وهي الام 5. ايوه نفس المعالج اللي لسه متكلمين عنه. ده معناه اداء اعلى وبطاريه اطول، والبطاريه فيها بقت 3 ساعات بدل ساعتين ونص. خلينا نعديها المره دي ونقول ان هو فرق ظريف. كمان بقى بيشغل الشاشة على 120 هرتز بدل ال 100 هرتز اللي كانت شغالة على النضارة اللي قبليها، والجرافيكس بقت بتدعم الهاردوير راي تريسنج ومش شيدنج. من الآخر يعني الألعاب والتجارب البصرية هتبقى سلسة وأجمل بكتير. النسخة القديمة اللي كانت فيها M2 ما كانتش بتعرف تعمل الكلام ده. نيجي بقى على الماك بوك برو. شكل الجهاز تقريبا ما اتغيرش، ولا في ألوان جديدة ولا في مداخل إضافية، بس اللي جواه هو اللي اتغير. طبعا الام 5 تشيب بقى هو المعالج الأساسي، والهارد كمان بقى دلوقتي بيوصل ل 4 تيرا بايت، وسرعة الكتابة والنقل بقت تقريبا ضعف السرعه القديمه، والرامات بقت بحد اقصى 32 جيجا. يعني الجهاز الستاندرد دلوقتي بقى فعليا وحش لاي حد بقى بيدرس بيشتغل بيلعب بيمنتج. والجميل واللي ابل عايزه تعمله من زمان ان الذكاء الاصطناعي دلوقتي شغال جوه الجهاز، يعني مش محتاج كلاود ولا محتاج انترنت. يعني تقدر تلخص تتعلم وترتب ملفاتك اوتوماتيك، والجهاز هيعمل كل ده لوحده. اما بالنسبه للمبدعين بقى فمونتاج الصور والفيديو والاوديو بقى اسرع بكتير، والمؤثرات والتقطيع والاب سكيلينج بقوا بيحصلوا في لحظه، والالعاب الجديده شغاله على اعلى اعدادات بمنتهى السلاسه. اما بالنسبه للايباد برو كمان خد نصيبه من التطوير، بس شكله الخارجي تقريبا ما اتغيرش. دلوقتي طبعا شغال بشريحه الام 5 الجديده، يعني نفس القوه بتاعه الماك. الفرق بقى في الموديل ده ان هو بقى عنده مودم جديد اسمه C1X، والمفترض ان هو بيخلي سرعه الانترنت تبقى تقريبا 50% اسرع. وكل الموديلات بيجي فيها شريحه اسمها N1، ودي بتخلي الجهاز بيدعم الواي فاي 7 والبلوتوث 6 والثريد. وابل بتقول ان ال N1 بتدي اعلى اداء لما بتشتغل على شبكه 5G، وان الاير دروب والهوت سبوت بقى ادائهم اسرع واثبت بكتير. ابل بتقول ان الايباد الجديد بيقدر يولد صور بالذكاء الاصطناعي اسرع مرتين من الام 4 و4 مرات اسرع من الام 1، ودي نقله جامده قوي الحقيقه. انا شخصيا معايا الايباد برو ام 4 ومش عارف ايه اللي ممكن يبقى اسرع من كده. كمان الايباد دلوقتي بيدعم شاشات خارجيه لحد 120 هرتز، وفي ادابتيف سينك عشان العرض يكون انعم واسرع، وكمان بيدعم الشحن السريع من 0 ل 50% في حوالي نص ساعه بمحول 40 واط او اكتر. يعني لو بتستخدم الايباد كتير ده هيفرق معاك جامد قوي. والكيبورد السحري دلوقتي بقى متوفر باللونين الابيض والاسود. ده ببساطه كان ملخص الجوله دي من منتجات ابل. بس السؤال، هل هي دي النهايه؟ اكيد لا. في تسريبات ان اللي جاي هيكون في ابل تي في جديد، هوم بود ميني 2. على العموم شكرا ان انتوا كملتوا الفيديو للاخر، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو اللي جاي، وسلام.